السلام عليكم. المشاركة ديالي ديال اليوم هي السفة بالشعرية اللي كتجي صراحة لذيذة بزاف بواحد الطريقة اللي ساهلة أنا كنديرها. المهم بالنسبة للخطوات ما صورتهمش. المهم غادي نوريكم كيفاش كندير ليها. أول حاجة كناخد الكمية ديال السفة اللي غادي تكفيكم كيلو أولا نص كيلو المهم على حسب شحال بغيتو. كنشدها كندهنها بالزيت مزيان. كندهنها بزيت لوسيور عادي. كندهنها جيدًا صافي وكنديرها تفور. ملي كنديرها في الكسكس كتفور. ضروري أنني ندير فوق الكسكاس بحال هكايا كندير فوطة عاد كنسد بالغلاقة الفوق. لأن الغلاقة ملي كيكون داك البخار كيتقطر عليها وكتفزاك كتخسر. لهذا كديروا واحد الفوطة تغطيوه بالغلاقة، وبطبيعة الحال البرمة راه كيكون فيها الماء. صافي ملي كتفور ربع ساعة أو ربع ساعة بالضبط. ملي كنخليها ربع ساعة وهي كتفور صافي كنخويها. كنخويها هكايا في البانيو. غير واحد القضية بالنسبة للماء ملي كتبغوه هكا كديروه كيغلي. في البرمة خصو يكون كتير، لأننا دابا غادي نحتاجوه. ملي كنخوي السفاء من الكسكاس وكنحطها في البانيو كنخوي عليها داك الماء اللي في البرمة كله حتى كتغطى السفة تماما من الفوق. ما كطروش ولكن غير كتغطى من الفوق صافي فقط. كيكون غليان الماء، وكنضيف ليها شوية ديال الملحة وكنضيف ليها 2 معالق كبار ديال الزبدة وكنخلطها مزيان. وأنا هكا كنضغط باش بحال هكايا الشاي يضبط والما يجي من فوق منها. كنخليها نصف ساعة تقريبا حتى كتشرب مزيان داك الماء. ملي كتشرب الماء صافي ندير هكا فشي شبكة ولا نردها للكسكاس وندير تحت منه شي حاجة اللي كتستقطر. ضروري تستقطر مزيان. ملي كتستقطر وكنخليها باقا سخونة وكنقدمها كتجي هكايا رخية. تقدروا انكم الا بغيتو مثلا لقيتوها بردات تقدروا تسخنوها، ولكن ما خصهاش تفور بزاف. الا فرت بزاف غادي تعجن. غير هكايا ضربها الصهد صافي تحطوها. صافي تقدموها هكا مع الكاوكاو اللي كنت حمرته في الفران طحنته في الهشوار مع شوية السكر شوية القرفة. صافي كنقدموه هكايا مع السكر. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.